العاشرة تماما بتوقيت أسمر. إلى حضراتكم نشرة الأخبار مستهلة إياها بالعناوين. رؤساء الدول والحكومات يبعثون برقيات التهنئة بعيد الاستقلال. بناء 785 سد وخزان تجميع المياه في البلاد. استثمار صحي كبير في الإقليم الجنوبي. مقتل 19 من طالبان بينهم قادة بارزون في قارات جوية للقوات الجوية الأفغانية. إطلاق محادثات أمريكية أوروبية لحل الخلاف بشأن الرسوم على الصادرات. وإسرائيل ترد على إطلاق صواريخ من جنوب لبنان بقصف مدفعي. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان ورئيس الغابون علي بونغو ورئيس كرواتيا زوران ميلانوفيتش ورئيس النمسا ألكسندر فان دير بلين ورئيس مالاوي دكتور لازاروس ماكارتي والحاكم العام لأستراليا ديفيد هارلين ببرقيات التهنئة بمناسبة الذكرى 30 للاستقلال. وتمنى الملك والرؤساء دوام الصحة للرئيس سياس أفورقي والسلام والازدهار للشعب الإريتري، وأكدوا الرغبة لتعزيز وتمتين علاقات بلادهم مع إريتريا. أوضح مركز الخرائط والمعلومات بناء 785 سد وخزان تجميع المياه كبير ومتوسط في سنوات الاستقلال لتوفير مياه الشرب والسقي والري. وقال مدير المركز المهندس كيتاتشو مرهاتيون في مقابلة بمناسبة عيد الاستقلال إن هذه السدود والخزانات تحجز المياه من 100 ألف متر مكعب إلى 330 مليون متر مكعب. وذكر أن سد كركبد يحجز 330 مليون متر مكعب مياه، وسد قحتيلي 50 مليون متر مكعب مياه، وسد مسلام 35 مليون متر مكعب، وسد لوغو 31 مليون متر مكعب مياه، وسد قرسد 35 مليون متر مكعب مياه، وسد فانكوراوي 20 مليون متر مكعب، وفانكوطمو 14 مليون متر مكعب، وسد بادميت 17 مليون متر مكعب مياه. وأشار إلى أن السدود شيد منها 1164 في إقليم عنسبة و338 في الإقليم الجنوبي و145 في القشبركة و115 في الإقليم الأوسط و23 في شمال البحر الأحمر. ونتيجته تمكن 85 إلى 90% من سكان المدن ومن 75 إلى 80% من سكان الريف الحصول على مياه الشرب. وأوضح أن وجود إريتريا في منطقة متقبلة المناخ يجعل من الضرورة الحفاظ على قطرة ماء، مشيرا إلى برنامج مستقبلي لبناء سدود في فلكت وعتت وجيبدو ومناطق أخرى. وقال مدير مركز الخرائط والمعلومات أن بناء السدود يحتاج إلى قدرات كفؤة ومعدات وآليات، وأن القدرات المكتسبة في هذا المجال تمهد للمستقبل. أوضح مكتب وزارة الصحة في الإقليم الجنوبي الاستثمار بأكثر من 1,000,000 نقفة لبناء المؤسسات الصحية في الإقليم في سنوات الاستقلال. وأوضح مسؤول المكتب الدكتور مانيئيل محرتآب وجود مستشفيين و3 مراكز صحية و22 عيادة في الإقليم قبل الاستقلال، والخدمات الصحية منخفضة جدا ومقتصرة فقط على المدن. ونتيجة للاهتمام بالخدمات الصحية بعد الاستقلال تم بناء 60 مؤسسة صحية، منها 7 مستشفيات و9 مراكز صحية و42 عيادة وعيادتين لرعاية الأمومة والطفولة.
وذكر زيادة القدرات البشرية كمًا ونوعًا، حيث ازداد عدد الأطباء الاختصاصيين ب500% والأطباء العموميين ب330%، ورعاة المرضى ب237%، ومساعدي رعاة المرضى ب330%، وفني التحاليل ب1125%، والصيادلة بأكثر من 700%، وفنيي الأشعة ب525%، ومهني الصحة العامة ب478%، وأطباء الأسنان ب1450%. وأشار إلى ارتفاع الولادة في المؤسسات الصحية بنسبة 317%، وارتفاع خدمات الإنجاب الصحي ورعاية الأمومة والطفولة وتطعيم الأطفال. ويقدم مركز الناسور في مستشفى مندفر المرجعي الخدمات للأمهات القادمات من كافة أرجاء البلاد. وحول مكافحة الأمراض المسببة للموت والإعاقة، أوضح الدكتور أمانييل توزيع أكثر من 1,500,000 ناموسية مجانا للشعب، وخفض الملاريا بنسبة 96%، وانتفاء الأمراض التي تكافح بالتطعيم، وانخفاض مرض السل بنسبة 80%، مشيرا إلى أن عيادة الأسنان المجهزة بالمعدات الحديثة ورعاية الخدج وخدمات فحوصات الأمواج فوق الصوتية ومصنع إنتاج الكلور أحدث تغييرا نوعيا في الخدمات. وذكر الدكتور أمانييل القيام بأعمال جادة لمكافحة العمى. إعلان وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 18 من مايو في مراكز العزل بأقاليم شمال البحر الأحمر والأوسط والقاشبركة أظهرت إصابة 11 مواطن بفيروس كورونا، وظهرت 5 من الإصابات في قلعلو بأقليم شمال البحر الأحمر، و5 في أسمرة بالأقليم الأوسط، و1 في تسناي بأقليم القاشبركة. في غضون ذلك شفي 24 مريض كورونا، 22 من أقليم القاشبركة، و1 من الأقليم الأوسط، و1 من الأقليم الجنوبي. وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 3879، شفي منهم 3700، وتوفي 14 مريض كورونا، فيما لا يزال 165 مرضى يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 18 من مايو 2021. أعلنت الجمعية الوطنية لمعاق الحرب تأهيل 6110 معاق بمبلغ 132 مليون نقفة في سنوات الاستقلال. وقد تم تأهيل المعاقين في عمل المخابز وطواحن الغلال وتربية الحيوانات والمطاعم والشاحنات الصغيرة ومحطات الوقود والنجارة والحداد. وأوضح رئيس الجمعية الأستاذ جبر برهان إياسو إلى تدريب المعاقين أيضا في الخياطة والتطريز وأعمال النجارة والحدادة والميكانيك والكهرباء والكمبيوتر وقيادة السيارات والمجاري وتربية النحل وغيرها. وأشار إلى إدخال الجمعية برنامج الادخار والقروض المسقرة للأعضاء المتواجدين في المناطق النائية، وتقديم أكثر من 51 مليون نقفة لأكثر من 5200 عضو يعملون في الزراعة والتجارة وأنشطة أخرى. وحول الخدمات الصحية قال إن الأعضاء مع الإعاقة المتقدم في السن يحتاجون إلى رعاية صحية أكثر، وتقدم لهم العكازات والمقاعد المتحركة والدراجات النارية الخاصة بالمعاقين والنظارات وخدمات أخرى مجانا. وذكر أن الجمعية تحصل على الدعم العيني والمالي من فروعها المتواجدة في السويد والدنمارك والنرويج وهولندا وألمانيا وأمريكا وبريطانيا ودول أخرى. وشد على أن رعاية معاق الحرب مسؤولية كافة قطاعات المجتمع وليس الحكومة والجمعية فقط. تأسست الجمعية الوطنية لمعاق الحرب في شهر أكتوبر عام 1993.
تجري أعمال بناء 50 غرف في مدرسة وينا الفنية في مدينة نقفة، ويشمل البناء تشييد 5 مباني تضم 32 غرفة لسكن الطلاب و12 لسكن المعلمين و8 مكاتب و4 دورات مياه. وقال مدير المدرسة الأستاذ غلاب زرقو إن أعمال البناء المرحلة قاربت على الاكتمال، وستسهم في الدفع بالعملية التعليمية واستقبال 500 طالب في العام الدراسي 2021-2022. واستقبلت مدرسة وينا الفنية الداخلية 330 طالب هذه السنة. من جهة أخرى يقوم سكان مدينة نقفة بصيانة 8 كيلومترات من طريق نقفة أفعبت وأنشطة حماية التربة وحفظ المياه. وأوضح السكان أن الطريق جرفه السيولة ويحتاج إلى صيانة دائمة، وأشار السكان إلى عملهم أيضا بأنشطة حماية التربة والمياه لاستقرار التربة ومكافحة الانجراف. سيداتي سادتي، هذه كانت أخبارنا المحلية. فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. ابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا. أعلن فيلق شاهين 209 التابع للجيش الأفغاني مقتل ما لا يقل عن 19 عنصرا من حركة طالبان، من بينهم 4 أعضاء رئيسيين و3 مواطنين باكستانيين، وذلك خلال عملية للقوات الجوية الأفغانية في إقليم فارياب الأفغاني. وذكرت القوات الأفغانية في بيان أوردته وكالة أنباء خامة بريس الأفغانية أن عناصر طالبان قتلت إثر قارة جوية شنتها القوات الأفغانية على قاعدة رئيسية لطالبان في منطقة باشتون كوت في إقليم فاربيان الليلة الماضية. وجاء في البيان أن الضربات الجوية تم شنها أثناء تجمع كبار قادات طالبان والمسؤولين العسكريين من عدة مناطق للتخطيط لهجماتهم على أجزاء مختلفة من مقاطعة فارياب. هذا ودعا رئيس أفغانستان أشرف غني حركة طالبان إلى استغلال فرصة السلام التي أوجدتها مغادرة القوات الأجنبية للبلاد. اتفق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على إجراء محادثات تضع حداً للخلاف بشأن الرسوم الجمركية على صادرات الصلب والألمنيوم في خطوة إضافية باتجاه هدنة تجارية. وأعلنت الممثلة التجارية للولايات المتحدة كاثرين تاي ونظيرها الأوروبي فالديس دومبرفيسكيس بدء محادثات للتعامل مع الطاقة العالمية الفائضة للصلب والألمنيوم والتطرف إلى دور الصين الكبير في المشكلة. كما سيعلق الأوروبيون مؤقتا خطة لزيادة الرسوم على الولايات المتحدة بحسب ما أفاد الاتحاد الأوروبي. وبدأ الخلاف في يونيو 2018 عندما فرض ترامب رسوما جمركية أمريكية نسبتها 25% على الصلب و10% على الألمنيوم المستورد من أوروبا وآسيا وغيرهما. وردت بروكسل بفرض رسوم مضادة على منتجات أمريكية تحمل قيمة رمزية قدرها 2.8 مليار يورو. في ثاني حادث من نوعه في غضون بضعة أيام، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه فتح نيران مدفعيته مساء الاثنين باتجاه جنوب لبنان بعد محاولة إطلاق 6 صواريخ على شمال إسرائيل. وتسبب القصف اللبناني في انطلاق صفارات الإنذار من القارات الجوية في إسرائيل قرب مستوطنة على الحدود الشمالية الإسرائيلية مع لبنان. من جانبه أكد مصدر أمني لبناني لوكالة الأنباء الفرنسية إطلاق 3 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، مضيفا أن ذلك دفع الجانب الإسرائيلي إلى الرد. من جانبها قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل إنها تنسق مع القوات المسلحة اللبنانية لتعزيز السيطرة الأمنية بعدما رصدت إطلاق صواريخ من منطقة في جنوب لبنان. والخبر الأخير في هذه النشرة:
أكد تقرير علمي أممي أن العمل لأكثر من 55 ساعة في الأسبوع يتسبب في ارتفاع معدلات خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والوفاة الناجمة عن أمراض القلب. وأوضح مكتب العمل الدولي ومنظمة الصحة العالمية في تقريرهما المشترك الصادر في مدينة جنيف السويسرية أنه في العام 2016 سجل نحو 745 ألف حالة وفاة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب بزيادة نسبتها 29% عما كان عليه الحال في العام 2000. واستند التقرير إلى معطيات رسمية من 194 دولة حول العالم، وأكدت أن العمل لمدة 55 ساعة أو أكثر أسبوعيا مرتبط بارتفاع مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 35%، وارتفاع مخاطر الوفاة بسبب أمراض القلب بنسبة 17% مقارنة بأولئك الذين يعملون ما بين 35 إلى 40 ساعة أسبوعياً. وسجلت منطقة جنوب شرق آسيا أعلى نسبة من الأشخاص الذين يعملون لساعات طويلة، حيث بلغت 11.7%. جاءت بعدها أفريقيا وشرق البحر الأبيض المتوسط، فيما سجلت النسبة الأقل في منطقة أوروبا. ويجدر بالذكر أن التقرير الأممي المشترك بين أن 27% من ضحايا العمل لساعات طويلة كانوا رجالا وكانوا في منتصف العمر أو أكبر. أيها السادة المشاهدين، بهذا قد نكون وصلنا وإياكم إلى ختام النشرة الإخبارية لهذا المساء، قدمناها لكم من تلفزيون دولة إريتريا. أشكركم على المتابعة، إلى اللقاء.